السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معاكم حليمو من سايبر حليمو، وأهلا بيكم في حلقة جديدة ولاب جديد. ويلا بينا نبدأ. إن شاء الله لاب النهاردة هيكون بعنوان SQL Injection Attack Querying the Database Type and Version on SQL and Microsoft. طيب هنا في معلومة مفيدة جدا قالها لي، وهي إن الداتابيز يا إما من نوع ماي سيكوال أو من نوع مايكروسوفت. طيب معناه إيه الكلام ده؟ يلا بينا نخش على التشيت شيت. تمام، نرجع نأكسس على اللاب. اللاب بتاعنا فتح المعتاد. الخانة المصابة هي الكاتيجوري فلتر. أول حاجة نتأكد إن السيكوال انجكشن موجودة عن طريق سنجل كوت. تمام، بنعمل كومنت. طيب الكومنت ده مش شغال، ممكن ده يشتغل بالفعل. أول حاجة عايزين نعرفها عدد العواميد اللي موجودة في الجدول عن طريق يونيون سيلكت نل. نزود نل كمان. تمام، إذا الداتابيز اللي احنا موجودين جواها بتحتوي على 2 تيبلز. طيب عايزين نعرف انه تيبل بيقبل تكست. بالفعل طبع لي تيست هنا. تمام، الكولوم الأولاني هو اللي بيقبل تكست. تعال نشوف الكولوم التاني. تمام، بالفعل بيقبل نص برضو. طيب وقال لنا هنا في الديسكريبشن كل اللي مطلوب مننا ان احنا نعرض الداتابيز فيرجن. طيب هنخش على التشيت شيت ونيجي ننزل عند الداتابيز فيرجن. هو كان قايل لي ان الداتابيز دي من نوع مايكروسوفت اند سيكوال. طيب وده السينتاكس اللي بنكتب بيه في الداتابيز مايكروسوفت او ماي سيكوال بالاسلوب ده اللي هي ات فيرجن ده علشان يطلع لنا الداتابيز فيرجن. تمام، هنرجع هنا على النص الاولاني. كونجراتوليشن، حلينا اللاب. اللاب النهاردة كان سهل وبسيط جدا. تعال افكرك بسرعة كده عملنا ايه. احنا اول حاجة اختبرنا الصفحة هل مصابة بسيكوال انجكشن او لا عن طريق سنجل كود. بعد كده جينا عملنا كومنت ان لما كتبنا داش داش الكومنت ما اشتغلش معانا. اشتغل لما عملنا داش داش بعدها مسافة داش كمان، فالكومنت ده بيشتغل مع أغلب الداتابيز يعني. بعد كده عن طريق يونيون سيلكت قدرنا نعرف التيبلز اللي احنا موجودين جواه في كام، بيحتوي على كام عمود. لقينا بالفعل عن طريق نل عرفنا ان في عمودين. وبعد كده اختبرنا شفنا العمود بيقبل تكست ولا نمبرز. لقينا بالفعل ان العمودين بيقبلوا تكست، واستعنا بالتشيت شيت علشان نعرف السنتكس اللي نقدر نكتب بيها علشان نطلع الداتابيز فيرجن. طبعا هو كان مسهل عليا في اللاب، قال لي ان هي من ماي سيكوال او مايكروسوفت. بصينا لقينا ان بتكتب ات فيرجن بيطلع لك الداتابيز فيرجن، وبالفعل هو ده اللي ظهر عندنا وعرض لي الداتابيز فيرجن. أشوفكم في حلقة جديدة وفي اللاب جديد. كان معكم حليمو من سايبر حليمو، والسلام عليكم.